السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، واحنا داخلين على راس السنة. كل عام وانتم بألف خير، انتوا واسركم وكل احبابكم وكل اللي بيحبوكم. النهارده هنعمل لكم مفاجأة في حلقة كبيرة جدا بمناسبة راس السنة دي. هنعمل لكم النهارده حاجة حلوة قوي. هنعمل لكم ديك تركي مشوي في الفرن، ولا نقول عليه ايه؟ روستد تركي. روست التركي في الفرن. اهم حاجه في التركي انه يبقى نظيف جدا. احنا طبعا غسلناه غسله كويسه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، ولازم الطيور كلها تتنقع في محلول نقع عشان خاطر تنضف من اي زفره موجوده. النهارده محلول النقع هيتكون معايا طبعا كميه ميه لازم تغطي الديك الرومي، يعني معلقتين كبار كده او 3 ملح، برضو معلقتين او 3 سكر، عودين كرفس كده، عرقين في كرفس زي ما هم سلام كده، في شويه توابل ناشفه، عودين او 3 قرفه، بالاضافه لشويه ورق لورا كده، شويه قرنفل كله صحيح طبعا، كل الحاجات دي صحيحه، ومعانا كمان شويه حبهان كله صحيح زي ما حضراتكم شايفين كده، وفي الاخر شويه فلفل اسود حصى زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده. نتاكد انه داب الملح والسكر دابوا كويس، وبعدين نضيف معانا كده شويه برتقان سلايسز وبقشرهم، مفيش اي مشكله معانا زي ما هم كده برضو سلام، وممكن قوي نعصرهم مفيش برضو مشاكل، والقشر بتاعهم كمان. معانا ليمونتين كمان نعصرهم ونرمي برضو القشر بتاعهم في المحلول بتاعنا. دلوقتي هنشيل التركي ونحطه هنا في المية بتاعتنا، ولازم المية تغطيه، وعشان نضمن برضو ان هو متغطي بالكامل وغطسان كله في المية هنحط عليه حاجة تقيلة على الوش كده، زي الفل كده متغطي بالكامل والميه مغطياه كويس قوي. وان شاء الله هيستنى على الوضع ده لمده 24 ساعه، وان شاء الله هنستكمل معاكم واحنا بنشتغل باقي الشغل بتاعه. ورجعنا لكم النهارده بعد ما قعدنا الديك الرومي في محلول النقع لمده 24 ساعه. نبتدي نكشفه كده ونشيل الغطا بتاعنا. طبعا كان متغطي كويس قوي بالمحلول النقع زي ما حضراتكم شايفين، وكنا متقلين عليه بالحاجات دي عشان يبقى ضامنين ان هو غطسان كويس قوي تحت الميه. ونبتدي نطلع الديك الرومي مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. طبعا شايفين اللون بتاعه ابتدى يبقى متغير شويه للاحسن، طبعا ان هو قعد في محلول النقع مده كافيه واتظبط معاه. محلول النقع ده يا جماعه له فايده مهمه جدا، ان هو اولا بيشيل اي زفرات في الديك الرومي، بالاضافه لانه يعتبر تتبيله مبدئيه، يعتبر كأنه تتبيلة مبدئية لأنه فيه منكهات كتير زي ما حضراتكم شفتوا في أول الفيديو. دلوقتي هنديله شطفة خفيفة وبعدين نستكمل مع بعض التتبيل بتاعه بقى اللي هيدخل بيه الفرن. ودلوقتي جه الدور على تتبيل الديك الرومي. تتبيل الديك الرومي بيتكون من عصير برتقان وبشر القشر بتاعه، عصير ليمون وبشر القشر بتاعه، بالاضافه لتوم هنفرمه دلوقتي مع بعض، وبهار وفلفل اسود وملح، وطبعا روزماري فريش وزعتر فريش هنقطعه دلوقتي مع بعض، وورق لورا. وطبعا هنحتاج حوالي يعني نص كوبايه زيت زيتون، ولو معلقه دي اختياري طبعا، اللي يحط يحط واللي ما يحطش ما يحطش، معلقه صويا صوص كده صغيره. نبتدي دلوقتي نبشر البرتقان بتاعنا. المفروض البشر ما يوصلش للقشره البيضاء،
فاحنا بنبشر بس كده الحته او الجزء من القشره الاصفر، لكن ما بنوصلش للقشره البيضه. ناخد الليمون كمان، وبرضو الليمون ما نوصلش للقشره البيضه، عشان القشره البيضه في احوال كتيره بتمرر. طبعا ده بيبقى منكه عالي جدا، وخاصه دلوقتي لما نخلطه مع الزبده وندخل الزبده تحت الجلد بتاع الديك الرومي، وندهنه من كل الجوانب بتاعته من بره ومن جوه بالمارينيه اللي احنا هنعمله دلوقتي، لان دي اهم خطوه في انك تحصل من الديك الرومي على طعم حلو ولحم طري. بعد ما عصرنا الليمون بتاعنا هنبتدي دلوقتي نعصر البرتقال، وهناخد الباقي بتاعه برضه نحطه في الصينيه او في قلب الديك. تمام كده، ادي البرتقال كمان اتعصر اهوت، والباقي بتاعه مش هنرميه عشان هنحطه جوه قلب الديك سليم زي ما هو مع جزء من الخضار. نكمل الروزماري، نقطع روزماري شويه كده، نفرم برضو شويه الزعتر دول، ومعانا في التتبيله شويه بهار مش كتير قوي، معلقه فلفل اسود صغيره كده، وطبعا معلقه ملح كبيره، معلقه ونص يعني. ننزل بالثوم بتاعنا برضو كده، كان حوالي 10 فصوص ثوم، وحته كمان كده من الجنزبيل المبشور. نقشر بس الجنزبيل كده كده، قشرنا الجنزبيل نبتدي نبشره. معانا برضو على البول اللي احنا بنحط فيها التتبيله، معانا حوالي نص كوبايه زيت زيتون كده، حلو قوي. معانا شويه ورق لورا كده، ودول هنحطهم في الديك مباشره جوه، وفي الفرشه بتاعت الديك. ونيجي بالزبده بتاعتنا كده، المفروض انها طريه، معلش هو الجو كان شتا شويه النهارده، لكن احنا هنطريها بايدينا اهوت. حلو قوي وزي الفل. نبتدي ندخل بين الجلد بتاع الديك كده، نفصله بالراحه، ونبتدي ناخد كرات كده من الزبده وندخل بيها بين الجلد والصدر، ونحركها نمشيها كده لغايه ما تنزل عند الجناح، والناحيه التانيه نفس الكلام كده، وندخل بيها برضو لغايه ما ننزلها. نكمل برضو بالكرات كده لغايه ما نملى الصدر. نكمل برضو ان احنا ندخل كرات الزبده كده، ونوصل بيها لغايه الورك من تحت، من جوه نفس الكلام، وندعك كل حاجه فيه، وندخل كده بين الورك واللحم بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. لازم كل حاجه فيه تدعك لغايه ما نضمن ان الزبده والتتبيله بتاعتنا وصلت لكل حته في الديك كده. دعكناه كويس قوي من كل ناحيه ومن كل الجوانب اللي فيه.
كده هنتني الجناح تحت الديك بالشكل ده كده، ونفس الكلام في الجناح التاني. واحنا كمان بنثبته على الفرن دلوقتي هيبان معانا اكتر اهوت كده. حلو قوي. البواقي بتاعت البرتقال بتاعتنا اللي كانت معانا هنحطها في بطن الديك. شوية من الخضار ده كده نحطها في بطن الديك برضو، نحشي بيها بطن الديك. الخضار ده بس مجرد ان الصينية تستحمل النار، وفي الاخر هنعمل منه نضربه بالهاند بلندر ونعمل منه صوص مع الاكل. ونرفع الديك بتاعنا نحطه فوق الشبكة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. كده زي الفل. وادي الروزماري اللي كان يعني الأقدام بتاعته كده، ممكن نسقطها هنا كده كده. حلو قوي. نبتدي يعني رشة بهار كده على الوش، فلفل اسود كده. وطبعا الخضار بتاعنا اللي تحت ده العصارة بتاعته هتطلع هيستوي بيها الديك. كده هنغطي الديك بالورق الزبدة والفويل، وهندخله الفرن على درجة حرارة 220. بعد نص ساعة ننزلها ل 170 160، وبعد كده ننزلها ل 140. تقعد معانا لمدة الديك بما انه 8 كيلو هياخد معانا من 3 ساعات ل 4 ساعات، من 3 ونص ل 4 ساعات. فنبتدي دلوقتي نغطي الديك بورق الزبدة. لفة الفويل بتاعتنا، بالنسبة للفويل لازم اللفة تكون ما بتعديش هواء ابدا بره. بعد كده بالطول معلش قبل ما ندخل بالديك في الفرن، انا كنت بس هنسى حاجه. يعني كوبايتين ميه كبار كده هنحطهم، ايوه كده، عشان يستوي بيهم الديك الرومي. 10/10. ونبتدي نشيل الديك بتاعنا كده وندخل بيه على الفرن. وكده الديك دخل فرن. بعد 4 ساعات نلتقي ونشوفه بقى شكله ايه. وزي ما حضراتكم شايفين احنا بعد ما سويناه في الفرن الكبير، بس هندهن لمعه صغيره كده على جلد الديك وندخله في الفرن الصغير ياخد لون احمر او لون ذهبي حلو كده. التلميعه بتاعه الديك دي كانت عباره عن معلقتين عسل ابيض، ومعلقتين طماطم معلبات، ومعلقتين برضو كاتشب، وشويه زيت. بندهن كل الظاهر كده من الديك عشان لما يدخل الفرن المره الاخرانيه كل ده يتلمع معانا ويبقى تمام كده. تمام وزي الفل. ندخل بقى بيه في الفرن الصغير ده بس ياخد وش، وبكده ندخل على الفرن ياخد بس الوش المتلمع الجميل.
وبس ربع ساعه كده في الفرن ونطلعه، ان شاء الله هيبقى لونه ذهبي وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه والجمال دي. يلا كده الديك بتاعنا بقى زي الفل، وفقط ننقله على الرز ونظبط الطبق بتاعنا. كده احنا بنظبط الطبق بتاعنا. حلو قوي فرشة البرتقال دي، جميلة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كده حاجة مفتخرة قوي زي الفل. نشيل كده وننقل على الرز الخلطة. كده تمام زي الفل، بسم الله ما شاء الله. ووردتين طماطم كده على الجنب ده زي الفل هيثبتوا. وادي كمان ورداية هنا في النص كده، وكمان ورداية برضو في النص هنا. حاجة كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. زي ما انت شايفة يا ست البيت، وزي ما حضراتكم شايفين، الديك الرومي حاجة تنفع قوي في الحفلات الكبيرة وفي المناسبات وفي كل الحفلات اللي ممكن تعمليها في البيت. وطبعا حاجة تشرفك مع ضيوفك، وحاجة تستاهل انك انت تعمليها في البيت وتتشرفي بيها قدام ضيوف. كده تنتهي حلقتنا النهاردة، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. وما تنسوش كمان تعملوا لنا متابعة على الفيسبوك والانستجرام. وسلام.